ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايه لكم فيديو جديد. حطيلي لايك واشتركي معايا في القناه لو انت لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده بقى الفيديو هنعمل كده وصفه سهله وبسيطه وسريعه. تنفع تتاخد في الشغل، تنفع تتاخد في اللانش بوكس، تنفع فطار. حلوه جدا ولذيذه جدا وسهله جدا جدا، وباين جدا من مكوناتها ان هي سهله. ايه هي بقى اسمها ايه الوصفه؟ اسمها بوتيتوس بوبس. يعني ايه؟ يعني كرات البطاطس. بسرعه كده هنخش في التفاصيل. عندي بطاطس سلقتها وهرستها عشان ما اطولش عليكم بقى. يعني ايه، حاولت ان انا اجهز المقادير الاول قبل التصوير. تمام. عندي جبنه، كان متبقي عندي شويه كده من بتاعه الجبنه المكرونه بالبشاميل اللي هي الميكس، ورحت حاطه عليهم شويه موتزاريلا. ايه، جبتهم تاني. عندي ملح وفلفل وكمون. يعني مش هكتر في المقادير، مش هكتر في يعني في المكونات وكده. عندي هنا في طبق كده سلطانية مجهزة فيها لبن وعليه بيض كده، وايه، وعليه ملح وفلفل اسود. تمام. دوت علشان ايه؟ بعد ما اعمل الكور. اول حاجة عندي هنا هبدأ فيها هي ايه؟ ان انا هسمي بسم الله كده. هجيب عندي اول حاجة الكور. انا البطاطس زي ما انتم شايفين كده هكورها كلها كده. هجيب صينية احط فيها اهي. هبعد كده المكونات علشان ايه؟ هوريها لكم تبقى اقرب لكم. هكورها كده، اعملها كور تبقى بالشكل ده كده. هفتح فيها فتحة كده اهو. تمام. فتحة كده في البطاطس. هي سهلة جدا جدا جدا، تاخد معاكم وقت خالص. هحط شوية جبنة كده. انا هجيبها هنا احطها هنا عشان لو وقعت ولا حاجة توقعها هنا. تمام. هبدأ بقى ان انا اعمل ايه؟ هبدأ ان انا اقفل البطاطس عليها. هبدأ ان انا اقفل البطاطس كده. بصوا، هي اول واحدة لازم تبوظ كده عادي عادي. هبدأ ان انا اقفلها بالشكل ده اهي كده. هبدأ ان انا اكورها تاني عشان تتقفل ايه كويس. تمام. هعمل بقى ايه كمية على المنظر دوت كده. هعمل معاكم واحدة تاني وبعد كده هكمل انا الكمية ايه لوحدي. بصوا، انا حطيت في علبة كده عندي شوية زيت عشان ادهن ايدي بيهم، لان هي بدأت تلزق في ايدي. فهبدأ ان انا ايه ادهن ايدي اهو بالشكل ده كده عشان ما تلزقش في ايدي. هبدأ ان انا اخد شوية كده كورة كده تاني، هعملها بالشكل ده كده. بص، هكورها الاول بعد كده هفتح فيها فتحة كده اهو. هتكون كبيرة شوية عشان ايه تكفي الجبنة. هحط شوية جبنة، طبعا مش هحط جبنة كتير علشان تنفع تتقفل كويس، علشان ما تطلعش بره البطاطس. هبدأ ان انا اكبسها لجوه كده اهو، وابدأ ان انا اخد من البطاطس واقفل عليها كده اهو، زي ما بكور العجين كده لما باجي اعمل مثلا خلية نحلة او اي حاجة واجي اكور العجين زي ما انتوا عارفين كده. بصوا، هقفلها كويس كده. لو احتجت بطاطس تانية عادي ان انا اقفل عليها علشان ما تطلعش في الطاسة وانا بقليها وتتحروق اهو. تمام. هبدأ ان انا اقفلها كده اهو، لان انا اقفل عليها كده. بصوا بقى، انا دلوقتي هكمل كل الكمية وهرجع لكم تاني. عندي اول حاجة كده هخلط كل المكونات دي هنا مع بعض. ماشي، هقلبهم كلهم مع بعض كده، كلهم مع بعضهم كده. ماشي. ابدا ان انا ايه في فكرتين. فكرة ان انا احطهم مع البطاطس اقلبهم مع بعض، هي لسه البطاطس ايه مستوتش او لسه ما قورتهاش كده. وفي فكرة ان انا هقلبها كده اهو بايدي كده. تمام اهو. وابدا بعد كده ان انا اجيب زيت وادهن ايدي كده، واجيب البطاطس اكورها كده اهو. ماشي. هبدا ان انا ايه افتح فيها فتحه كده اهو مدوره كده اهو. اروح جايبه شويه جبنه واروح حطاها بالشكل ده كده، وابدا ان انا ادوس كده على الجبنه عشان ابدا ان انا ايه
اكور عليها كده اهو، كده اهو، لحد لما اقفل كويس على ايه، على الجبنة. كده بقت جاهزة. دي هحطها في التلاجة. برضو عندي جزء تاني انا عملته دلوقتي اهو. ده هعمل فيه ايه بقى؟ ده بايدي كده هجمعهم كده حوالين بعضيهم كده، لان انا اصلا عايزه اقول لكم انا نسيت احط لهم اصلا التتبيله. انا بدات اكور على طول ونسيت احط التتبيله. هعمل ايه؟ هرش عليهم تتبيله كده اهو، كلهم كده التتبيله اللي انا مجهزاها. راح قلبهم من الناحيه التانية كده، بحيث ان هما ياخدوا التتبيله من كل الاتجاهات. دي فكره ودي فكره، دي فكره ودي فكره. هرش برضو كده اهو عليهم، برضو هي هتاخد كده من نفس الطعم ومن نفس ايه التتبيله اللي انا عملتها لها. مش ابسط من كده، سهله جدا. دلوقتي بقى بعد ما عملت فيها كل ده هدخلها التلاجة تمسك نفسها كويس، او في الفريزر تمسك نفسها كويس، وبعد كده هطلعها ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. دلوقتي بصوا بقى، بعد ما طلعتها من التلاجة قعدت شويه حلوين كده في التلاجة، تمام. هعمل ايه؟ هبدا ان انا اجيب لوحدها كده. ده بقسماط ناعم، وده البيض باللبن اللي وريته لكم من شويه. هبدا ان انا اقلبها كده اهو في اللبن والبيض، وهطلعها كده اهو. كده اروح حطها في البقسماط ايه الناعم. هجيب لها شويه تانية علشان ايه اقلبها، او ممكن اقلبها بايدي عادي كده اهو. بس انا اجيبها لكم كده اهو اهي، اهي. سهله جدا 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 وبسيطه جدا جدا جدا، ولا هتاخد مجهود ولا هتاخد وقت ولا مكلفة. يعني بطاطس موجودة في البيت، ممكن بس نجيب موتزاريلا دلوقتي بتتباع سايبة. ادي هعملها كده، هدخل بيها على البقسماط كده، وهكذا هعمل بيها ايه كل الكمية كده اهو. وهكذا هكمل برضو كل الكمية بالشكل ده كده اهو. هكمل بقى بقية الكمية كلها. انا عملت كام واحدة كده معاكم، وهرجع لكم تاني وانا بقلي. وبكده اكون خلصت كل الكمية اللي انا عملتها، وعندي بقى الطاسة على النار. يلا بينا علشان نروح نحمرها. عندي كده الطاسة على النار اهي، وحطيت فيها زيت مستنيها تسخن علشان ابدأ ان انا اقلي فيها. بصوا بقى، اول ما الزيت ما سخن بدأت ان انا انزلهم كده في الزيت. بسم الله. هسيبهم بقى كده لما يبدأوا يلونوا من ناحية، هبدأ ان انا اقلبهم ايه على كل النواحي لحد لما يبقوا كلهم لون واحد. ودي البوتيتوس بافس او كرات البطاطس بعد ما طلعت من الطاسه من على النار. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال. ولا اقول لكم بقى الريحه روعه 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 بجد. اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم. وما تنسوش بقى تكتبوا لي تعليقات وتقولوا لي ايه رايكم فيها، ويا رب ان شاء الله تعجبكم. ومتنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين. ومع السلامه. بس استنوا قبل مع السلامه، استنوا علشان اوريها لكم من جوه. مع ان هي سخنه بس عايزه اوريها لكم من جوه يا جماعه. بصوا 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 الجمال. بصوا روعة روعة، والريحة واو، ريحة حلوة قوي. يلا اقول لكم بقى مع السلامة عشان اكل الاختراع الجامد جدا ده.